السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي الحسناء. غيبة طويلة الصراحة، رجعت لكم ان شاء الله من جديد. نبقى ننزل لكم مره فيديوهات ان شاء الله. المهم البنات، من بعد هاد الغيبه الطويله قررت ندير لكم اليوم مسيمنات معمرين صغار كيجيو واعرين بواحد الحشوه مختلفه على كاع الحشوات اللي تتعرفوا ديال الكفته والفلفله. هذه حشوه سهله وبسيطه، كيف ما كتشوفوا راه كيجي الشكل ديالهم واعر وكيجيو معمرين يعني. الحشوه كتجي غزاله. هاد الوصفه كنت شفتها عند حنان ماستر شيف وقررت اليوم نجربها معكم. غير انا زدت لها بعض الحوايج. المهم غنشدوا بصله بلا زياده بلا نقصان، وغنديروا معها شويه القرفه وشويه الخرقوم العرق والملح والابصار فقط وزيت العود نخلوها تشحر. بالنسبه للدقيق، هي دارت الدقيق فقط، يعني فورس انا ضروري ما كنلتزمش بالوصفه، ضروري خصني نزيد شي حاجه زياده من راس الحمق، ولكن هذوك الزيادات اللي كنزيد الصراحه بعض المرات كيجيو يعني كيعطيو نكهه مختلفه. هنا كنوريكم الدقيق كان عندي ديال الاتقان هو اللي على اليمين واللي على اليسار ميمونه. لقيت بانه كاين واحد الفرق في اللون، ما عرفتش واش كيبان لكم من خلال الكاميرا. المهم هي كما قلت لكم دارت الفورس، انا زدت شويه ديال الفينو صافي، درت فيها شويه زيت العود والملحه وغادي نجمع بالماء. هنا كورت هذوك المسيمنات ونخليهم يرتاحوا. هاد الطابي بغيت نوريها لكم صراحه والله البنات، الا كتنفع اللي ما عندها الزليج ولا شنو صراحه كتنفعكم، كنصحكم انكم تاخذوها. المهم غنشدوا البيض غنسلقوه غنحكوه حتى هو. بالنسبه للمسمن غادي نقرصو بالزبده وبالزيت. وريتكم هاد لاستيوس هذيك التويشيه غديروا فيها السميده حرشه، هي ما دارش السميده الحرشه ولكن انا درتها. كيعجبني المسمن ولا الملوي ولا المهم كيعجبني يكون حرش، ما يكونش هكاك عادي. الا شفتوا الوصفه هي عندها راه ما دارتوش بالسميده ولكن انا قررت نديرو بالسميده. المهم هنا قرصت المسمنه ديالي عاديه. ما بغيتش نطول لكم في هذا الفيديو بزاف، كنحاول نختصر لكم. المهم كنشدوا الحشوه كنديروها فوق هذيك المسمنه من بعد ما قرصناها مزيان. يعني ورقناها ماشي قرصناها، المهم ورقناها. غنحطوا هذيك البصله وغنحطوا هذاك البيض مسلوق. على فكره البنات هنا البيض راه بلدي، نتوما تقدروا ديروا العادي ماشي مشكل. المهم كنحاول ديما ندير الحوايج اللي هما بلديين طبيعيين. المهم هنا كنرش السميده كيف ما كتشوفوا، كنورق بداك الزبده والزيت وكنرش بداك السميده. صافي، وكنخدمها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كنقلب لسميتها باش حتى لافاس التحتاني حيت كيكون رقيق وباينه منه الحشوه حتى هو نغطيه، يعني راه كلشي مشروح في الفيديو. صافي وكنخليهم يرتاحوا بهذه الطريقه هذه. البنات اللي جدادات معايا في لاشين ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ان شاء الله نبقى ننزل لكم فيديوهات من هنا لقدام. هنا هما المسيمنات ديالي راه كيطيبوا، كنرشهم مره بديك الزبده والزيت. المهم راه ما كنزيتهمش صراحه انا بزاف، كنخليهم شويه ناشفين باش هكا على حسب المعده ولا اللي كدور، يعني كيجيو زوينين صراحه. ما تكثروش ليهم الزيت. هي حنان راه شويه كثرات لي الزيت في المقله، هي اختارتو ديروا بديك الطريقه باش يجيو محمرين، ولكن انا جاوني محمرين ولو ان الزيت والزبده ما كثرتهمش بزاف. المهم هذه كانت شاطت ليا، ما بقاتش لها الحشوه، درتها عاديه بالسميده، رشيتها بالسميده والزبده. المهم ها نتوما الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي البنات، راه كيجيو غزالين. غير جربوا هذه الطريقه هذه صراحه زوينه. انا كنت بغيت نجربها في رمضان واني ما كسبش. درنا شهيوات اخرين انا وسهام فاش كنت في اليوسفيه، وفاش جيت للدار هنا درت يعني شهيوات وحدين اخرين. هانتوما البنات راه كيجي مورق، هذا راه المسمن العادي بلا حشوه جاني مورق. غادي تسمعوا الصوص ديال السميده كيفاش كيجي صراحه زوين ومقرمش. الى عجبكم لا فيديو البنات ما تنساوش تابوناو في لاشين. نتلاقاو ان شاء الله فيديو ما جات. تهلاو ليا فراسكم ومع السلامه.